اليوم الشركة الوطنية للطرق السيارة كتقوم بواحد إعادة تهيئة واحد المقطع اللي كيعرف واحد حركة السير جد مرتفعة وطنيا. هذا المقطع هو كيربط ما بين بدال محمدية الغربية مع عين حرودة. هذا المقطع اللي كيمتد تقريبا على أكثر من 4 كيلومتر، وكيعرف واحد حركة السير اللي كتفوق 120 ألف عربة في اليوم، وهو من أكبر نسبة في حركة السير وطنيا. الأشغال اللي كنقوموا بها هي توسعة هذه المنطقة بالضبط، بحيث غندوزو ل8 المسارات بدلا من 4 المسار في كل اتجاه. يعني آخر الأشغال إن شاء الله يكون عندنا 16 المسار. غنقوموا بإنجاز أكثر من 10 منشآت فنية. هذه المنشآت الفنية اللي هي عبارة عن مجموعة من القناطر، وكذلك كنقوموا بتقوية المسارات السابقة، بحيث ان شاء الله في الاخير ديال هذا المشروع غتكون عندنا هذا المقطع كيحتوي على 16 مسار، وكيحتوي على طريق مقطع ديال طريق السيار اللي هو جديد 100%. الاشغال الحمد لله انطلقت بهذه مده شهرين بالضبط. نسبه الاشغال تتمشي بواحد الوتيره جد مهمه، بحيث تقريبا الان وصلنا لواحد 10%. الكلفة الإجمالية ديال هذا المشروع هي كتقدر تقريبا ب 750 مليون ديال الدرهم، والمدة الزمنية هي كتمتد على 22 شهر، إلا أن جميع التدابير والوسائل مأخوذة لتقليل من هذه الفترة. هذا المشروع واخا كيمتد على واحد مسافة اللي هي 4 كيلومتر اللي كتعتبر متوسطة مقارنة مع مشاريع أخرى، إلا أنها هي جد صعبة. هذه الأشغال جد صعبة. علاش؟ لأن كنقوموا بواحد مجموعة ديال المنشآت الفنية قناطر، كنقوموا بواحد مجموعة ديال الأشغال ديال تقوية المسارات القديمة، مجموعة الأشغال ديال المسارات الجديدة، مع الحفاظ على حركة السير. هذا الحفاظ على حركة السير وعلى واحد السلاسة في حركة السير كتحتم علينا باش نقوموا بواحد مجموعة ديال المراحل. كنخدموا مرحله لما كنكملوا الاشغال بها كندوزوا المرحله الثانيه، وهذا كيبغي واحد التخطيط دقيق مسبقا. كذلك كناخذ واحد مجموعه ديال التدابير للحفاظ على سلامه مستعملي الطريق السيار. نوضعوا واحد الفرق التدخل اللي هي 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على اسام، وهذا كله للمحافظه على سلامه مستعملي الطريق السيار ولانجاز هذه الاشغال تبعا لواحد الجوده اللي هي معترف بها عالميا. جميع المقاولات، جميع مكاتب الدراسات اللي كيشتغلوا على هذا الورش، واللي كذلك جميع الاطر اللي كيتبعوا الجوده ديال هذا الورش، فهي اطر مغربيه وطنيه 100%.